أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست كايرو جاردن. بودكاست كايرو جاردن بودكاست أسبوعي كل خميس. في البودكاست بنتكلم عن مواضيع متنوعة ومعاصرة. تفتكر الست العربية المعاصرة عايزة تعمل كل حاجة ولا دي فكرة مغلوطة؟ وده هيبقى موضوع النهاردة. هل تفتكر فعلا الستات المصرية أو الستات العربية عامة حاسة إن هي تقدر تعمل كل حاجة أو عايزة تاخد كل حاجة في نفس الوقت بدون تقديم تضحيات، ولا دي فكرة مغلوطة الرجالة هم بس اللي فاكرينها؟ خلينا نتناقش في الموضوع واحدة واحدة. ستات كتير في الوقت الحالي حاسة إن هي محتاجة تختار بعد طبعا حرية المرأة، وبعد ما المرأة بدأت فعلا تشتغل، وده الصح وده المطلوب، إن كل المجتمع يعني كل الأسر الست فيها والراجل يشتغلوا ويبقوا عضو فعال في الأسرة. بس هنا حصل مشكلة عند بعض السيدات، وهي فكرة ان انت لما اتفتحت الابواب وبقى في اوبشن او بقى في حل ان الست تقدر تشتغل وفي نفس الوقت ممكن تختار ان هي تقعد في البيت، حصل في ازمة صغيرة كده، وهي فكرة ايه الصح في الاتنين. وهنا بنواجه مشكلة، وهي الصح من وجهة نظر مين؟ خلينا ناخد موضوع الشغل. في ستات كتيرة عايزة تشتغل، وفي نفس الوقت نفس الشخص ده عايز يقعد في البيت وعايز يصرف وعايز يتفسح، وحاسس ان الشغل حاجة بتزهقه او حاجة بتأثر عليه. وهنا انا بقول بعض السيدات، وده جالي من الكومنتس اللي شفتها على الفيديوهات اللي انا عملتها، ومن خلال التعامل طبعا مع اصدقائي كتير. ناخد موضوع تاني. في بعض الستات شايفة بالذات العربية ان الراجل هو المفروض يكون راجل، ومعنى راجل ان هو اللي يصرف على البيت، بس في نفس الوقت هي حابة ان هي اللي يكون ليها كلمة او قرارات في البيت، او ليها وجهة نظر في المواضيع كتيرة في البيت، او هي مثلا وده طبعا من حقها، هي شايفة ان طبعا من حقها ان يبقى ليها كلمة مسموعة في البيت او قرارات مسموعة. ندخل في موضوع تاني، مثلا فكرة ان الراجل يبقى جنتلمان، ودي ان هو راجل بيعمل التصرفات طبعا اللي هي قديمة شوية، بس في ستات بتشوف ان دي حاجة بتدل على قد ايه الراجل ده مخه نضيف، وقد ايه الراجل ده متفتح، والحاجات دي زي اللي هو يفتح الباب، يفتح لها باب العربية، لما يلاقي بردانة يجيب لها الجاكيت. عارف انت الافلام القديمة والحاجات دي؟ طيب هل ده بيأثر على فكرة برضو ان الست عايزة تكون هي قادرة ومش محتاجة مساعدة، وانا هعمل كل حاجة لوحدي؟ وانت شفت الست اللي عملت سايكلينج مثلا حوالين افريقيا كلها، وفكرة ان هي مساعدتك ليها بتقلل من ثقتها في نفسها، او بتقلل من قدرتها على ان هي تعمل حاجات كتير بنفسها. خلينا بقى ناخد المواضيع دي كلها واحدة واحدة ونبدأ نفكر فيها مع بعض. وبرضو أرجع أفكرك، أنا هنا مش بقول وجهة نظري في الموضوع، أنا هنا بحاول أناقش الموضوع بحيادية، بحيث أن كل واحد يكون هو اللي عنده وجهة نظر. أنا بس بفصص الموضوع قدامك، وبنفرد الموضوع قدام الناس كلها علشان تحاول تفكر تشوف ايه من ده انت بتتفق معاه، وايه من ده انت بتختلف معاه. وطبعا انا هنتظر تعليقاتك او تعليقاتكم عندي على كل المنصات. ممكن تبعت لي حتى فويس، وهقدر اشير النقاش بتاعك في البودكاست اللي جاي. مثلا خلينا نفكر في اول جزء اللي هي فكرة شغل الست. طبعا في ستات كتير عايزة تشتغل، وده منطقي وعنده وجهة نظر، وهو ده المفروض ان اي فرد في الاسرة يكون بيشتغل وبيدخل دخل للبيت علشان يقدر يصرف. طيب فكرة ان انت تشتغلي مثلا كسيدة او حد يكون بيشتغل، بتلاحظ ان في ناس كتير بتفضل تشتكي من موضوع الشغل ده، وتقول يا ده انا نفسي الاقي فرصة ان انا مثلا اتجوز حد يكون معاه فلوس، بحيث ان انا اعمل البيزنس بتاعي. والبيزنس بتاعي هنا المقصود منها يعني البيزنس اللي قابل للنجاح او الفشل. ودي مغامرة ما ياخدهاش غير حد عنده سيكيورتي، او حد عنده ضمان اجتماعي، ان هو لو فشل موضوع البيزنس بتاعه ده ان في حد هيتسند عليه، وده منطقي. بس هنا السؤال اللي محتاجين نفكر فيه، هل لو الموضوع بالعكس
الست هي اللي بتشتغل والراجل حابب يعمل بيزنس بتاعه برضو بفكرة قابلة للفشل، هل الست هتستحمله؟ ولا فكرة ان الراجل هو اللي بيصرف على الأسرة هتكون مختلفة معاه؟ فهو فكرة ايه الاختيار، مش جمع الاتنين مع بعض. يعني هل الست هتختار تشتغل بس وتفضل تشتغل على طول وتاخد بس فترة الماترنتي لو مخلفة او كده وترجع بعدها الشغل على طول، ولا حابة ان هي تكون لسه عندها القدرة ان هي تتفسح وتصرف وتعمل؟ وهنا الاتنين خلي بالك مش بيشتغلوا مع بعض، الاتنين بيكلاش مع بعض. وهنا انا بتكلم على الاكستريم، يعني مش مجرد ان هي تتفسح بعد الظهر او بعد الشغل، انا بتكلم ان هي يكون معاها فلوس بحيث ان هي تتفسح بره فلوس شغلها. مثلا المثال التاني، مين اللي بيصرف في البيت؟ هل في 2024 الراجل هو اللي بيصرف، ولا المفروض الاتنين يصرفوا نص بالنص؟ والنص بالنص هنا معنى كل حاجة في البيت تتشال مع بعض. هل ده مقبول حاليا عند المرأة العربية ولا لأ؟ وهنا في نقطة مهمة قوي في ناس كتير ما بتاخدش بالها منها، وهي فكرة ان الفرق ما بين dependence و independence. الفرق ما بين ان انت عندك حرية والفرق ان انت تكون معتمد على حد. وهنا النقطة الأهم في أي علاقة، ودي حاجة اتناقشت فيها كتير، هي فكرة ان اللي معاه الفلوس او اللي بيصرف في البيت هو اللي عنده القرارات. يعني financial تقدر تقول dominance in a way، او يعني بطريقة مبسطة هي الشخص اللي معاه الفلوس دايما هو اللي ليه كلمة. وقيس على ده طبعا الأطفال، بتلاقي دايما الأب والأم هم اللي بيقولوا كل القرارات لغاية لما الواحد يقدر يشتغل. أول ما بتشتغل بتحس ان ليك كلمة في البيت او ليك وجهة نظر. نفس الكلام في البيت، لو الراجل هو اللي بيصرف أكيد الكلمة الأولى والأخيرة هتبقى للراجل، وإن هو يسمح للست إن هي يبقى ليها وجهة نظر لو هي ما بتشتغلش أو هي ما بتصرفش، ده بيبقى بيدل على رقي الراجل يعني، أو على رقي الشخص ده. وهنا نقلب برضو الموضوع ونخلينا نقول لو الست هي اللي بتشتغل والراجل ما بيشتغلش والست هي اللي بتصرف، هل الراجل ليه وجهة نظر في البيت بشكل كبير؟ يعني مثلا هننقل من البيت ده لبيت تاني، هناكل ايه، هنشتري ايه، هنودي ايه، التلاجة دي مناسبة ولا لأ؟ القرارات الكبيرة يعني اللي فيها مبالغ او فيها صرف كتير، مين اللي يبقى ليه الكلمة الأخيرة؟ والفكرة ان الاتنين مرتبطين ببعض. لو الست اشتغلت، ودي يمكن وجهة نظري انا الشخصية، يعني حتى انا في علاقتي او في زواجي هو قائم على فكرة نص بالنص، كل حاجة الاتنين بيشتركوا فيها. مفيش حاجة اسمها الراجل بس اللي بيصرف ولا الست بس اللي بتصرف، ولا الست هامشية بحيث ان هي بتصرف بس حبة قليلة او بتصرف على حاجة قليلة. طبعا على قد قدرتها، يعني لو ست بتقبض 100 جنيه والراجل بيقبض 200 هي تدفع على قد قدرتها. فهي دي برضو حاجة محتاجين نفكر فيها. آخر حاجة اتكلمنا عنها هي فكرة الراجل الجنتلمان، أو الراجل اللي هو التقليدي الجميل اللي بيفتح باب العربية وبيفتح باب البيت وبيجيب ورد في المناسبات وهكذا. طبعا الورد والحاجات دي ما نقدرش ندخلها في الموضوع، لأن دي بتدل على أن الراجل ده بيقدر الشخص اللي معاه، وده بيتعادله. طبعا لو ست حب الراجل جدا طبعا بتجيب له هدايا وكل الكلام ما ملوش علاقة. أنا بتكلم على الحركات الجنتلمان اللي هي بتدل على قد إيه إن الراجل بيقدر مراته أو بيعتبرها جوهرة. عارف أنت الكونسبت بتاع الجوهرة؟ وده كونسبت أنا شخصيا بختلف معاه، يعني مفيش حد جوهرة، إحنا الاتنين بني أدمين، إحنا الاتنين عندنا مزايا وإحنا الاتنين عندنا عيوب، وإن حد يشيل التاني ده فيها شوية تقليل منه. عامة دي وجهة نظري أنا الشخصية. بس خلينا نفكر في الموضوع بتاع هل الست عايزة الراجل فعلا يكون هو الجنتلمان من وجهة نظرها اللي بيفتح الباب وبيشيل الشنط التقيلة وبيرفع الكراسي والكلام ده، ولا ده بيتعارض مع فكرة إن المرأة قادرة وإن هي مش محتاجة مساعدة، وإن بمساعدتك ليها أنت بتقلل منها، بالذات لو حاجة هي تقدر تعملها. هنا أنا مش بتكلم على إن هي تشيل حاجة ما تقدرش تشيلها أو تعمل حاجة ما تقدرش تعملها، أنا بتكلم على الحاجات البسيطة اللي هي بالإنجليش gestures، يعني أنت مجرد بس الجستر اللي أنت بتعملها، مش حاجة. أنا شخصيا شايف إن فكرة إن أنت to pick and choose،
ان انت تختار واكنك في محل يعني بتختار الحلو من هنا على الحلو من هنا، عارف. فدي بالنسبة لي حاجة يعني اللكجري دي مش موجود فيها الراجل، يعني مش متاحة للرجالة. وهنا انا بتكلم على البعض طبعا، وده واضح جدا في المجتمع الأوروبي أو المجتمع الأمريكي أو المجتمع اللي مش عربي. فكرة ان الست عايزة الحرية، وصلت خلاص لمرحلة ان هي عندها فريدم، ان هي تعمل اللي هي عايزاه وان هي تقرر شغلها والكلام ده كله. وهنا بتلاقي عندهم، وده من معاشرتي يعني انا زوجتي اجنبية، وبتلاقي عندهم دايما فكرة الكونفليكت كده اللي عندهم ما بين انا حرة وانا قوية وانا اقدر اعمل كل حاجة، وفي نفس الوقت بتتضايق جدا لو الراجل ما عندوش حتة الجنتلمان ومش عارف مين. طب ازاي هتوفق ما بين ان انت كراجل تكون جنتلمان وفي نفس الوقت تديلها فرصة ان هي تكون قادرة على ان هي تعمل اللي هي عايزاه وتشيل اللي هي عايزاه وتودي اللي هي عايزاه ومش عايزة حد يستناها قدام البيت وهكذا. فهو ده الصراع الداخلي في المرأة حاليا، وده حاجة منطقية بعد عصور من الضغط على المرأة وعلى ان الراجل دايما قاعد في مكانه وعمال يقول هي المفروض تعمل كده وهي المفروض ما تعملش كده. ده النتاج يعني. طبعا لما وصلت لمرحلة السيدات يعني وصلت لمرحلة ان هي تاخد قراراتها لنفسها وتاخد قرارات مصيرية، بقى في صراع داخلي كده ما بين هل احنا عايزين الرجل التقليدي بتاع زمان في حياتنا ولا عايزين راجل متفهم ويدينا الحرية ويدينا الاوبشن. وطبعا حتى في كلمة يدينا دي برضو مش فير، يعني هو الراجل مش في سلطة ان هو يدي، اللي يعني هي دي علاقة الاتنين فيها equal، الاتنين فيها زي بعض بالظبط، مفيش حد عنده السلطة ان هو يدي للتاني options او ما يديش للتاني options. فهو ده الصراع اللي موجود حاليا. وزي ما بدأت حتى قلت انا وجهة نظري بس تفرعت، يعني انا من وجهة نظري شخصيا انا شايف ان لازم يكون في كومبرومايز او حل وسط، لازم يكون في قرار عند كل واحدة انا انهي جزء من الست دي. يعني هل أنا الست التقليدية اللي حابة الراجل يكون كذا 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 وده بيبقى من متطلباتها، يعني هي بتشوف راجل بالمواصفات دي، ولا أنا البروجريسيف وومن أو الست المتقدمة بقى اللي هي عايزة تاخد جزء إن هي الست قادرة وتقدر تعمل كل حاجة. بس هنا ما ينفعش ان انت تطلب الاتنين، يعني ما ينفعش. وهو هنا ده يمكن الخلاصة بتاع الموضوع كله، فكرة ان ما ينفعش تبيك اند تشوز. انت محتاج يكون عندك قرار تاخد باكج على بعضها. هل انت عايز الراجل التقليدي الطبيعي طبعا طبيعي دي كلمة غلط، بس يعني هل انت عايز الراجل التقليدي اللي عنده كل حاجة تقليدية، بمعنى ان هو بيصرف على البيت وان هو بياخد باله من المصاريف والفاينانسز والكلام ده كله، وفي نفس الوقت جنتلمان وبيعمل وكذا 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 وكذا، ولا عايز الراجل المتحضر من وجهة نظر الأوروبية يعني، ودي تحتها 3 خطوط، اللي هو مديلها الحرية، او برضو نرجع نقول تاني مديلها دي غلط، اللي هو متقبل ان هي النص التاني وده حقيقي وان هي ليها وجهة نظر، بس ساعتها ما ينفعش تطلب منه مطالب الرجل التقليدي. وهي دي اهم نقطة في الموضوع. قولوا لي انتوا ايه رأيكم وابعتوا لي على كايرو جاردن على انستجرام، تيك توك، اي منصة انتوا عايزينها هتلاقونا موجودين كايرو جاردن. وده تاني سيجمنت في حلقة النهاردة. السيجمنت ده بنتكلم على المواضيع الترندنج او التوبكس اللي لسه منتشرة حاليا والناس بتتكلم عنها. موضوع النهاردة هو موضوع أثار الجدل بشكل كبير، وهو موضوع زوجة محمد صلاح. يا خبر أبيض، الموضوع ده عمل جدل كبير جدا على الميديا، وبرضه بيوصلنا نفس التوبيك اللي احنا اتكلمنا عنها. يعني لو هتلاحظ هو ليه علاقة كبيرة جدا بالجزئية اللي احنا اتكلمنا فيها. اللي عمل جدل وقصة، طبعا لو الناس مش عارفة ايه اللي حصل، هو اللي حصل ان زوجة محمد صلاح حضنت يورجن كلوب اللي هو اللي هو المدرب بتاع ليفربول. وده طبعا بما ان هي حد محجبة يعني وفي عادات وتقاليد، في ناس كتير شافت ان دي حاجة بره عاداتنا وتقاليدنا وحاجة يعني مرفوضة، وناس كتير طلعت على منصة التيك توك وعلى انستجرام وعلى يوتيوب وانتقدت محمد صلاح جدا جدا على اللي حصل. أنا من وجهة نظري في الموضوع ده أنا حسيت إن إحنا بنقيس محمد صلاح بمقاييس يمكن
دي المقاييس بتاعتنا احنا او بتاعت الشخص اللي هو شاف ان ده غلط. كتير من الناس اللي اتكلموا في الموضوع يمكن نسيوا حاجة مهمة جدا، ان محمد صلاح يمكن يكون جاي من بيئة شبه بيئات كتيرة جدا في مصر، ولكن لازم أي بني آدم يكون عنده قابلية للتغيير، والتغيير هنا ممكن يكون إيجابي أو سلبي، وبرضو إيجابي أن سلبي دي أو إيجابي وسلبي دي من وجهات نظر الشخص اللي بيتكلم. يعني أنا ممكن أشوف التدخين سلبي، واحد تاني ممكن يكون شايف إنه بيطلع همه فيه. خلي بالك هو مضر وإحنا عارفين إنه مضر، بس في واحد شايف ان ده انا لو ما عملتش كده هنتحر، واحد تاني شايف ان ده لا مهما كان في طرق تانية. فمن وجهة نظر ناس كتيرة جدا شايفة ان الحضن بتاع زوجة صلاح ده غلط، لان محمد صلاح من وجهة نظرهم هو الشخص المصري اللي جاي من قرية صغيرة والمفروض يكون ملتزم بعادات وتقاليد الأسرة المصرية لو كان في حاجة بالشكل ده. بس هنا نسيوا ان كلنا مختلفين، في ناس جاية من باك جراوند مختلفة عن التانية، ما ينفعش تقيس واحد بمقاييسك انت ممكن تكون شايف ان ده غلط، بس هو ممكن يكون متقبل ده. وبعدين اي أسرة راجل وست، الراجل مش هو اللي مسيطر على الست، يعني ممكن ده يكون قرارها هي. انا عارف ان في ناس ممكن ما تكونش عاجبها الكلام ده، بس لا، الراجل مش مسؤول والست مش تابعة للراجل. ودي وجهة نظري أنا الشخصية، الست ليها وجهة نظر وهي زيها زيه بالظبط. هي ممكن يكون قرارها ان هي بتقبل ان هي تحضن حد يكون في سن ابوها او في سن جدها من وجهة نظرها، وهو ملوش دعوة. ودي يمكن حاجة ناس نسيتها، ان فكرة ازاي محمد صلاح يسمح لمراته ان هي هو في اسر كتير جدا، عشان بس ما عممش، الراجل ما عندوش القدرة ان هو يسمح وما يسمحش. يعني هي ممكن تقرر ان ده الفعل المناسب في الوقت المناسب من غير ما يكون ليه اي سلطة او اي دخل كزوجها، من غير اي مشكلة. ففكرة ان الست تابعة للراجل وان اي تصرف الست بتعمله ده في وش الراجل زي ما ناس بتقول، لا، في نقاش ما بين اي راجل وست على ايه اللي متقبل، يعني ايه الحاجة اللي ما تخلينيش انا محرج او ما تخلينيش انا مش قابل الوضع ده، وبيبقى في اجريمنت او بيبقى في اتفاق ما بين الراجل والست على الخطوط العريضة. طبعا كل أسرة مختلفة عن التانية، الناس اللي شافت ان الفعل ده مش مقبول، ده يمكن هو فعلا مش مقبول بس في أسرتهم، او فعلا مش مقبول في المكان اللي هم قاعدين فيه، بس هو ممكن يكون ده الفعل المقبول عنده، وده لا يعيبه ولا يشينه ولا اي حاجة خالص. فأنا بستعجب فعلا فكرة ان انت تقيم واحد أخلاقيا على أساس حاجة حصلت. فكرة ان هي لا أخلاقية دي حاجة بنتناقش فيها، يعني احنا ما شفناش الحاجات الصح والغلط معروفة والقانون عارفها، مش حاجة وجهات نظر. اي وجهات نظر دي بتبقى وجهات نظر الشخص نفسه، وبتختلف طبعا من أسرة لأسرة ومن خلفية لخلفية ومن بيت لبيت ومن بلد لبلد. فما ينفعش نحط الناس كلها في دايرة معينة ونقيمهم كلهم بنفس المعايير، ودي وجهة نظري في الموضوع ده. تاني حاجة ودي أهم حاجة وآخر حاجة في موضوع محمد صلاح، هي فكرة إن محمد صلاح لاعب كرة، ما طلعش قال أنا شيخ ولا أنا بمثل الدين ولا أنا قدوة يا جماعة ليكوا في العادات والتقاليد. لا، الراجل لاعب كرة، فيجب إن أنت تقيمه على حسب لاعب كرة فقط لا غير. ما ينفعش تقيمه على حاجات هو الراجل ما ادعاش إن هو بيمثلها. ودي تاني حاجة وأهم حاجة في الموضوع، فكرة إن كل حاجة ما ينفعش تقيسها بنفس المقياس. فالراجل لاعب كرة نقيسه بس كلاعب كرة، مالكش دعوة بقى بأخلاقه في الملعب، دي ليه، أخلاقه في بيته دي ليه برضه. وده كان وجهة نظري في موضوع محمد صلاح. قولوا لي رأيكم في الموضوع ده أو في أي موضوع تاني اتناقشنا فيه في البودكاست بتاعتنا على تيك توك أو على انستجرام، ابعتوا لي حتى فويس وهتناقش فيه في البودكاست اللي جاية على كايرو جاردن. أنا مجدي، أشوفكم في الحلقة الجاية من كايرو جاردن بودكاست.